السلام عليكم المتتبعات، لاباس عليكم؟ غنشارك معكم اقتراحات لمائدة الافطار. نخليكم مع الطريقه. في واحد الاناء بالنسبه للكيكه، في واحد الاناء كنضيف بيضه وحده مع ساشيه ديال الفاني وقبيصه ديال الملحه ونص كاس ديال سنيده. كنجيب الفوي وكنطرب مزيان هاد المكونات حتى كيندمج السكر مع البيض، وكنضيف نص كاس ديال الزيت. من بعد غادي نحرك وغادي نضيف نص كاس ديال الحليب. ودابا غادي نجيب الدقيق. غادي نبدا نضيف بشويه بشويه. راكم عارفين القوام ديال الكيك كي تيكون، ما تيكونش قاصح بزاف. ونجيب الكاكاو، درت معلقه ديال الكاكاو مع خماره وحده ديال الحلويات. صافي القوام تيكون على هذا الشكل هذا، وغادي نديرو في المول اللي ديجا مدهون وندخلها للفران طيب دغيا. كطيب نص ساعه كتكون طابت. ودابا غادي نمشيو باش نوجدو الحشوه ديال الفطائر. فواحد المقيله كنضيف شويه ديال الزيت والبصله مشلضه تكون رقيقه مع الثومه بودر، وكنضيف شويه ديال القزبور اليابس مع شويه ديال البزار وشويه ديال التحميره. كنقلي هاد البصله مزيان حتى كيتبدل اللون ديالها. كندير معها شويه الملحه، وكندير السدوره اللي درتهم في الاشوار واحد شويه، ماشي رديتهم كفتاعي، رققتهم مزيان. صافي كنحرك ونخليهم يطيبوا. ضغطت عليهم ونخليهم يطيبوا مزيان. من بعد غادي نجيب الكورجيت وخيزو كنحكو في الحكاكه وغادي نضيفو ليهم. صافي غادي نخليهم حتى يطيب داك خيزو مع الكورجيت. ما نخليهمش تاني يطيبوا بزاف، اصلا راه باقي يدخلوا للفران. نخليهم حتى كيتلبسوا مزيان دوك القوام تيوليو على هذا الشكل هذا. صافي غادي نمشيو باش نوجدو الكريمه. بالنسبه للكريمه درت كاس وربع ديال الحليب مع 2 معالق كبار ديال السكر سنيده مع ساشيه ديال الكاكاو، وكنضيف واحد شويه ديال نسكافيه او قهوه سريعه الذوبان، وكنضيف معلقه صغيره عامره ديال كريم باتيسير او الدقيق. انا ضفت الدقيق. كنحرك في البارد وكنوضعه فوق البوطه حتى كيولي على هذا الشكل كيختار، وكنضيف ليه واحد الياغورت تاع الشوكولا. صافي كنحركهم مزيان، وكنجيب الكيك ديالي اللي خرجتها من الفران. وضروري كما كتشوفوا معايا كتجي كي القطن رطبه. كنتقبها بالموس ولا بشي كيغدون ولا اللي عندكم، كنتقبوها مزيان وكنكبو ديك الصوص ديال ديك الكريمه ديال الشوكولا. صافي كنخليوها حتى كتبرد شويه في المطبخ وكنوضعوها في الثلاجه. ودابا غادي نمشيو باش نوجدو الشرموله، وباش غادي نعمرو الحوته. بالنسبه للتوابل عندي الخرقوم، الكمون، القزبور اليابس، التحميره، الملحه، واحد الضمه ديال الحوت. كما قلت لكم القوام على حسب شنو بغيتو ديروا، حوته وحده ولا 2 حوتات على حسب شنو بيديروا نتوما. كنزيد ليه كنخففهم بشويه ديال الماء وكنضيف ليه واحد شويه ديال الزيت. كنحركهم مزيان. هاد القوام او هاد الشرموله هذه غنقسمها على 2. هنا في واحد المقيله كنضيف شويه ديال الحوت البيض مع السيبيا. كنضيف ليها ديك الشرموله اللي خلطت في الطبسيل، ضفت النص ودرت شويه ديال الهريسه مع شويه ديال الزيت وشويه ديال الحامض، ضروري الحامض. وكنوضعهم فوق البوطه حتى كيطيب لينا داك الحوت شويه. من بعد
كنزيد ليه الشامبينيون اللي قطعته حتى هو رقيق مع الشعريه الصينيه حتى هي. الشعريه الصينيه غنخليوها حتى الاخر، هي ما كتحتاج طيب. صافي كنقردها على هذا الشكل هذا باش ما كتجيناش طويله بزاف. صافي كنضيف داك الشامبينيون حتى هو، كنخليه حتى هو يطيب مع الحوت. هاي اللي كنضيف الشعريه الصينيه مع القزبور. وكنجيو من البوطه كان كاين واحد شويه حتى كتلبس لينا ديك الشعريه مع داك الحوت ودوك القوام. صافي وكنطفيو عليه البوطه ونخليوه على جنب. بالنسبه للعجينه او الفطائر كنضيف 3 ديال الكيسان ديال الدقيق، وكنضيف معلقه تكون مسوحه ديال الخميره، تكون مسوحه، تكون كبيره مسوحه ديال الخميره مع بيض بيضه. وكنضيف شويه ديال الملحه مع شويه تاع سنيده. وكنضيف 3 المعالق، ممكن تخلطوهم بالزبده تكون مذوبه، ولا ممكن ديروا الزيت 3 المعالق تاع الزيت، ولا انا خلطتهم ما بين الزبده والزيت. درت شويه تاع الزبده ودرت معاها الزيت وذوبتهم وضفتهم في هاد العجينه. وضفت واحد شويه تاع سنيده وكنجمعوه بالحليب يكون دافي، ما يكونش ثاني سخون بزاف باش ما يحرق ليناش الخميره. صافي كنعجنها وكندلكها مزيان، كنعجنها على هذا الشكل. نبقاو نضيفو الحليبه بشوي بشوي باش ما تكون ليناش ثاني جاريه بزاف. الا كانت جاريه غادي تعذبنا فاش نكونوا كنخدموها. صافي غادي نخليها نجمعها مزيان وندلكها ونضغطيها بالسلوفون ونخليها تخمر. بالنسبه للحوته حليتها من ظهرها ومن كرشها اصلا كانت محلوله، وغادي نمارينيها مزيان بديك الشرموله اللي بقات ليا. غادي ندخل فيها ديك الشرموله مزيان في ظهرها وفي كرشها وفي جنابها. المهم كندخل ليها الشرموله مزيان على هذا الشكل هذا. صافي كنخليوها، المهم كندخلوا فيها الشرموله مزيان. وكنجيب اللاطه ديالي اللي فرشت ليها بابي كويسون، وكنجيب ديك الحشوه اللي صايبت ديال الشعريه الصينيه وداك الحوت والشامبينيون. المهم كنبقى كنعمر ديك الحوته مزيان لا من الكرش ديالها ولا من ظهرها باش كتجينا الحوته عامره مزيان. كما كتشوفوا معايا ماشي ضفت الحوت بزاف، بيض شويه. صافي كنعمرها مزيان لا من الجوانب ولا من الظهر. وكتبقى ليا واحد شويه ديال العماره ديال ديك الشعريه الصينيه مع نخليها تنقدمها معاها فاش كطيب. صافي غادي نجيب بابي كويسون واحد اخر وغادي نلمطها مزيان باش طيب، باش ندخلها للفران. ضروري تغطيوها مزيان. كندخلها للفران درجه حراره 200، يكون الفران سخون كندخلوها للفران 200 درجه وكنخليوها طيب. بالنسبه للفطائر العجينه ديالي خمرات وغنقسمها على جوج. غنجيب المدلك وغادي نستعن بشويه ديال الدقيق وغادي نشكلها على شكل مستطيل. منين كنشكلها كنجيب الصلصه ديالي اللي بغيتو، ممكن ديروا صوص طوماط. انا درت هاد الصلصه هذه كنديرها هي التحتانيه كندهن بها. وكنجيب الحشوه ديالي كيما الحشوه اللي بغيتو، ممكن نتوما ما ديروا كاع الخيزو والكوغزيت، ممكن ديروا الحشوه اللي بغيتو. وكنضيف الفرماج من الفوق وكنغطيها على هذا الشكل هذا. كنبقى المهم راكم كتشوفوا في الفيديو. صافي نفس القضيه غادي نديرها العجينه الثانيه. شكلت ليا جوج ديال لي باغيت او فطائر. صافي كنجيب تاني الصلصه وكندهن وكندير الحشوه وكندير من الفوق. هنا في هذه اللقطه هذه نسيت ما درتش الفرماج فيها. المهم راه ديبانيط راسي بقيت كنخشي الفرماج من دوك فاش قسمتها بالقطعه ديال البيتزا. المهم انا نسيت ما ضفتش الفرماج ودا غادي نديرهم في اللاطه. وغادي نجيب الصفار ديال اللي داك الصفار اللي بقى عليا درت فيه شويه تاع الخل وغادي ندهن هاد الفطائر مزيان، ندهنهم من الفوق. وغادي نجيب القطعه ديال البيتزا، وغادي نبقى نقطعهم غير بشويه باش ما تخرج لكمش الحشوه.
على هذا الشكل هذا راه ساهلين، ما فيهمش الخدمه نهائيا بزاف، دغيا كيوجدوا. صافي غندير لهم شويه ديال الجنجلان وغادي نديرهم في الفران يطيبوا. بالنسبه للطياب ديالهم 200 درجه، يكون الفران سخون. ديروا ممكن ديروا الفلفله من الفوق ومن التحت باش دغيا تيطيبوا وما تيقصاحوش. كما كتشوفوا معايا كيتيجيو عامرين وكيجيو رطبين. والحوته ديالي ها هي قدمتها مع السلك او السلق وداك الشعريه الصينيه مع داك الحوت اللي بقى ليا والزعلوك، وقدمت معاها البطاطا دخلتها حتى هي للفران. كما كتشوفوا معايا الحوته جات عامره وجات طيبه وجات زوينه وبنينه. وبالنسبه للكيكه حتى هي جات زوينه زينتها بالشوكولاط، وكل شيء جا الحمد لله زوين، اللهم اديمها نعمه. والكيكه ديالي حتى هي غادي نوريها لكم من الداخل، جات شاربه ديك الصوص ديال الشوكولا. ها هي راه ما نسيتكمش بنوريها لكم من الداخل. وجربوا الوصفات ديالي وما تنساوش تشتركوا عندي في القناه باش نعطي كتر ما عندي. وغادي نوريكم كي جات من الداخل بواحد المعلقه باش تشوفوها كي جات. وشكرا بزاف على المشاهده، والى فيديو قادم ان شاء الله.